اي واحد فينا كتعجبو الروايح، كيعجبوه الروايح الزوينين وكيعجبوه العطر، يعني كيموت عليهم سيرتو الا شرا شي ماركه غاليه ولا شي ماركه فرنسيه. فكيقول لك ان احسن الروايح كاينين عند الفرنسيس، كيفاش جابوهم وعلاش داروهم وشنو القصه ديالهم. فالقصه كتقول تخيل ان شحال هادي كانوا الفرنسيين الريحه ديالهم خانزه، يعني واحد الريحه اللي ما تقدرش تشمها، حتى ان مبعوث ديال روسيا قال على ان الملك لويس ديال فرنسا، الملك لويس 14 ريحته خنز من ريحه الحيوانات، ما يمكنش تشمها وما تقدرش تجلس معاه. والملك فيليب الثاني منع التدواج في العصر ديالو على القوم ديالو، على الرعيه ديالو، ولا كيفاش منع لهم انهم ما يدوشوش نهائيا. وبنته الاميره اليزابيث كانت حلفات انها ما تدوش حتى تربح الحرب اللي كانت كتشنها على واحد المدينه وتخرج ديك المدينه تردها تحت الاستعمار ديالهم. فتخيل انها ما دوشتش 3 سنين وما بدلتش حوايجها الدخلانيه للتحتانيين 3 سنين، حتى جاها واحد المرض تعفنات وماتت بسبب هاد الوسخ. التدواج بصفه عامه ما كيعجبهمش يدوشوا، ففكروا قالوا شنو، قالوا بما اننا حنا ما كنبغوش ندوشوا، حتى الملك ديالهم فرض عليهم انهم ما يدوشوش يبقاو مسخين، بقاو كيفكروا انهم يجيبوا شي حاجه اللي تضرق على الريحه ديالهم. قالوا انهم خصهم يخترعوا شي حاجه اللي تدير ريحه زوينه في الجسم وفي الحوايج بلا ما يحتاجوا يدوشوا ولا يبدلوا. وبقاو هكا حتى اخترعوا العطر، وكان العطر الفرنسي هو من بين احسن العطور ومازال لحد الان. وكانوا ديك الوقت بزاف ديال الناس كيموتوا بسبب الامراض الجلديه والاوبئه اللي كتنتشر بسبب الوسخ والتعفن. حتى جاو المسلمين سيادنا وعلموهم طريقه النظافه، وعلموهم كيفاش يدوشوا، حتى التدواش ما كانوش كيعرفوا الطريقه ديالهم، فعرفوا علموهم كيفاش يدوشوا، كيفاش ينظموا حالتهم وينظفوها. ومن اشهر المسلمين اللي ساهموا في النظافه وانهم علموا الاوروبيين النظافه هو محمد بات، اللي كان مشهور بالنظافه ديالو، حتى انهم كانوا كيقولوا اننا حنا تعلمنا النظافه على يد محمد بات، فما يمكنش تقول لي انني ماشي نقي. فالريحه راها ما جاتش على انها شي حاجه زوينه كيف ما كنشموها، فهي جات باش تدرق لنا بزاف د الحوايج اللي كانوا خايبين وكانوا كيعيشوهم الاوروبيين ديك الساعه.